مع حملة قسد الهمجية ضد القبائل والعشائر العربية بريف دير الزور، وبعد أن وصفت الأوضاع هناك بالمأساوية وفي خضم المعركة وازدياد جرائم قسد واستخدامها الآلة العسكرية ضد أهل المنطقة دون أي رحمة أو شفقة، وكأنها ولدت مع الأسد من رحم واحد. هنا يطرح أبناء العشائر سؤالا لم يجد آذانا صاغية: لماذا يأخذ التحالف الدولي الداعم الرئيسي لقسد وضعية المزهرية إزاء تلك الجرائم بحق المكون العربي؟ طرح تعدى كونه سؤالا، بل أصبح يقينا بأن التحالف الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري جراء اصطفافه مع قسد التي تخوض حربا غير متكافئة ضد شعب كامل وعازل بدير الزور والمتمثل بالقبائل والعشائر العربية، وعلى رأسها قبيلة العقيدات في انتفاضتها ضد عصابة قنديل التي مارست الإجرام بأنواعه بحق السكان الأصليين، مستخدمة الأسلحة الفتاكة التي دعمتها بها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار محاربة الإرهاب، فضلا عن استخدام الهمرات الأمريكية والمعدات اللوجستية الميدانية، في حين تقبع القوات الأمريكية في قواعدها على بعد كيلومترات في حقلي العمر وكونيكو من مناطق الصراع والاشتباك، وكأن الأمر لا يعنيها. بدأ العرب السنة من أبناء العشائر بانتفاضتهم ضد عصابة قنديل، في حين تخلت عنهم القبائل العربية الأخرى والتي باتت تراقب الصراع وتحاول الاستفادة من الظروف لتحقيق مكاسب خاصة بعيدا عن المصلحة العامة لسكان منطقة الجزيرة. وهذا بالضبط ما فعله مانع حميد دهام زعيم قبيلة شمر، والذي يترأس قوات الصناديد الداعم الأول لقسد في ريف الحسكة، والذي لا يعدو عن كونه بيدقا بيدهم، فكان خير مشروع يخدم أهداف قسد في صناعة مكون عربي من خلالهم لإسكات العرب ولإطفاء الشرعية لعصابة قنديل المحتلة لأرض الجزيرة والفرات. ويرى مراقبون بأنه من المحال استقرار شمال شرق سوريا بعد اليوم إلا بتحقيق مطالب الانتفاضة العربية بدير الزور، وذلك عبر عدة أمور، منها رفع يد قسد عن المكون العربي وتشكيل إدارة ذاتية له يقوم عليها نخبة المثقفين والكوادر وأصحاب الخبرة، تشكيل مجلس عسكري يوحد الجهود العسكرية وينظمها، محاسبة المتورطين بحق الانتهاكات الخطيرة بحق أبناء دير الزور من خلال مخاطبة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان. وبدون تحقيق هذه المطالب وغيرها فالحراك العربي لن يتوقف، بعد أن أظهرت الانتفاضة العربية الأخيرة أن قسد نمر من ورق، وكانت للهزيمة أقرب ولإخضاع المنطقة لحكمها أبعد، فأرض ارتوت من دماء الأحرار وحررها أبناؤها من رجس عصابات الأسد لن يثبت فيها مجرم كقسد، لأن أصحاب الحق متمسكون بأرضهم وأرض أجدادهم، ولم يكتب التاريخ أن محتلا دامت له القوة والغلبة لا سيما مع مطالب الحق والإصرار عليها، فستشعل دماء الشهداء طريق الحرية والكرامة وتعيد الوطن المغتصب عاجلا غير آجل. ومن هنا يوجه أبناء الشرقية نداءهم لكل عربي أصيل وكردي شريف أن يعتزل مكون عصابة قسد، لأنه بذلك يقوي عصابة البكك الإرهابية التي لا تعترف بدين ولا خلق، فضلا عن موالاتها لإيران وميليشيات أسد ضد العرب والسنة عموما. بعد أن أذلت قسد سكان البلد الأصليين من العرب وعاقبتهم بالفقر والجوع والجهل، ونشرت المخدرات لعدم خضوعهم لسياساتهم القنديلية. يطلعون المحتلين عن أراضينا.